شوف الرتم الحين بالكويت مرتفع جدا بعد كاس الخليج، حتى الجماهير اللاعبين الكل مستانس. اتمنى ان تكون هذه انطلاقه، لكن اتمنى ايضا ان ما يكون في ايقافات. كل ما يتوقف الدوري كل ما ياثر على رتم اللاعبين، لاعبين العربي، لاعبين الكويت، لاعبين القادسيه محتاجين رتم مباريات. اتوقع ان القسم الثاني راح يكون مختلف عن القسم الاول، راح يكون في مباريات اكثر متعه، راح يكون في اثاره. والقادم اتوقع ان العربي والكويت هم المنافسين على الدوري كابتن، بينهم. رايك في مباراه القمه اكيد الجوله المقبله امام بين القادسيه والكويت، رايك فيها؟ شو هو طبعا الاقرب للفوز الكويت، لكن القادسيه ممكن يسوي مفاجاه، لكن المشاكل اللي بالقادسيه هي اللي ممكن تعطل الموضوع. لكن نادي الكويت هو الاجهز، هو الاقدر، هو الاقرب، مو فقط لمباراه القمه حتى للدوري. يعني هو ماشي بطريق صح، ما يتعطل امام القادسيه والعربي. لكن المباراه القادمه ممكن الروح القتاليه تختلف. احنا شفنا ببطوله كاس الخليج الروح القتاليه اللاعبين المنتخب فرقت ويانا، فهل ممكن الروح القتاليه لما ترجع القادسيه يختلفون؟ ممكن، ننطر ونشوف. اخيرا، راي حضرتك في الاداء اللي قدمه الازرق في بطوله خليجي ومستوى بطوله خليجي بشكل عام؟ شوف مستوى بطوله الخليج مرتفع فنيا، يمكن هذه البطوله الاجمل من بطولات عده فاتت. منتخب الكويت ما قدم خلينا نقول التكتيك الفني العالي، لكن قدم روح قتاليه، مبشر، يعطينا امل على الاقل ان الكويت الكره الكويتيه قادمه. استمتعنا بالمواهب الشابه اللي اتمنى الاعلام شوي، يعني احنا ضاع منا عيد وبندر السلامه والفنيني بسبب الاعلام، او بسبب خلينا نقول الصراعات والكلام هذا. فاتمنى ان شاء الله المواهب هذه ما تضيع بسبب الاعلام او الصراعات او خلوهم يكبرون موهبتهم بهدوء. اتمنى من بعض اولياء الامور يوخرون شوي. هو احنا نتابع اللاعب، ما لنا شغل بعائلته والنعم فيهم، لكن احنا ما لنا شغل، ما لكم علاقه اصلا بالموضوع. فاتمنى اللاعبين ياخذون حقهم وياخذوا يتعلمون. يمكن مصطفى شوبير حارس منتخب مصر الشباب لما راح للاهلي، وهذا من اكبر الضغوط اللي واجهته انه ولد احمد شوبير، لكن لما احمد ابوه وخر مصطفى شوبير اثبت نفسه. فخلوا اللاعب يلعب، وبعدوا اولياء الامور، مو ضدكم احنا، بس لازم توخرون، تعطون اللاعبين مجال انهم يلعبون، خلوهم يكبرون موهبتهم شوي شوي بدون ضغوط، لان انتم اللي بتخسرون في النهايه. فاتمنى حتى الالقاب، يعني انا مو ضد ميسي الخليج ولا ضد بطل الشعب، بس نهدى شوي، هي بطوله واحده. زين اذا ما بدع البطوله الجايه شو نسوي؟ فانتم سببتوا عليهم ضغط وزخم. خلوا اللاعبين يكبرون موهبتهم بهدوء، بعيد عن الزخم الاعلامي، بعيد عن كل هالامور، وان شاء الله نستمتع بموهبتهم ان شاء الله. شكرا. حبيبي شكرا.